إزاي تحسّني علاقتِك بزوجِك من غير خناق ولا تنازل عن نفسِك؟ في بيوت كتير ما فيهاش خيانة ولا إهانة ولا مشاكل كبيرة، بس فيها تعب، تعب من الكلام وتعب من السكوت وتعب من شد وجذب. كل واحد فيهم حاسس إنه مظلوم وحاسس إنه مش متشاف. الخناقات اليومية مش دايماً بسبب حاجة كبيرة، أغلبها بسبب حاجات صغيرة اتراكمت وسابت جوه القلب وجع. خناقة التعب، هو داخل من الشغل تعبان وهي تعبانة طول اليوم، هو يقول أنا تعبان وهي تقول وأنا. الخناقة مش على التعب، الخناقة على مين فيهم محتاج يتحضن الأول. خناقة الأكل، هي مستنية كلمة حلوة وهو ساكت، السكوت بالنسبة له احترام وبالنسبة لها تجاهل، هي تحس إن تعبها مش مقدر. خناقة الموبايل، هو ماسك الموبايل وهي حاسة إنها مش موجودة، هو شايف إنه بيريح دماغه وهي حاسة إن قربه منها قل. خناقة البيت، هي شايفة كل حاجة ناقصة وهو مستني الطلب، هي محتاجة مشاركة وهو محتاج وضوح. خناقة الفلوس، هي حاسة بعدم أمان وهو حاسس بضغط، ولا واحد فيهم غلطان، بس الاتنين محتاجين يفهموا بعض. وبعدين يجي الصمت، أصعب مرحلة، كل واحد مستني التاني يبدأ وكل واحد خايف يتجرح. في لحظة واحدة منهم تفوق وتفهم إن المشكلة مش في الشخص، المشكلة في الطريقة. أول مرة تتكلم بهدوء من غير اتهام، تقول أنا بحس إني مش مهمة لما بتسكت، وهو يسمع لأول مرة من غير دفاع. كلمة تقدير تغير شكل اليوم، تغير نبرة الصوت وتفك عقدة كانت مكبرة كل حاجة. الخناقات مش هتختفي، بس الوعي هيكبر والطريقة هتختلف. الجواز مش مين صح ومين غلط، الجواز مين اختار يفهم ومين اختار يكمل رغم الشد والجذب. لو بينك وبين جوزك تعب، ده مش معناه النهاية، يمكن بس محتاجين تغيروا الطريقة مش الشخص. في خناقات تانية مش بنسميها خناقات، بس بتسيب أثر، زي خناقة الكلام القليل، هو شايف إن الأفعال أهم وهي محتاجة تسمع، محتاجة تطمن، محتاجة تحس إنها مرغوبة مش مجرد موجودة. وخناقة الكلام الكتير، لما تحكي وتحكي وهو يحس إن دماغه اتملت ويسكت، فتفتكر إنه مش مهتم وهو فاكر إنه كده بيهرب من خناقة أكبر. وخناقة الأهل، لما تحس إنه دايماً في صفهم وهو شايف إنه بيوازن، هي تحس إنها لوحدها وهو حاسس إنه محشور بين طرفين. وخناقة الخروج، هي محتاجة تغيير وهو عايز هدوء، هي شايفة إن الروتين بيقتل وهو شايف إن الاستقرار نعمة. وخناقة النوم، هي عايزة تحكي قبل ما تنام وهو عايز يقفل اليوم ويسكت، هي تحس إن اليوم خلص من غير ما يتسمع وهو حاسس إن أي كلام هيولع نقاش. وفي خناقة الاهتمام، لما تبطل تعمل حاجات كانت بتعملها مش عن قصد بس من التعب، فيجي الطرف التاني يفتكر إن الحب قل. وفي خناقة المقارنات، لما تشوف بيوت تانية وتسأل نفسها ليه إحنا مش كده، وهو يحس إنه دايماً ناقص مهما عمل. كل الخناقات دي لو بصينا لها بعمق هنلاقيها مش غضب، دي احتياجات ما اتقالتش صح. ومع الوقت العتاب بيقل والصمت يزيد والقرب يتحول لمسافة، مش عشان الحب مات لكن عشان التعب كتر. وفي لحظة صدق، واحدة من أكتر اللحظات شجاعة، إن حد يقول أنا محتاجك من غير ما يزعق، من غير ما يعاتب، من غير ما يهدد. ولما الكلام يطلع بهدوء، الطرف التاني يسمع، حتى لو معرفش يرد صح على الأقل هيحس. العلاقة مش محتاجة كمال ولا مثالية، محتاجة نية، نية إننا نفهم قبل ما نحكم ونحتوي قبل ما نهاجم. مفيش بيت من غير شد وجذب، بس في بيوت بتختار تتعلم وبيوت بتفضل تعيد نفس الوجع. الجواز رحلة مش محطة،
وفي الرحلة دي إحنا بنغلط وبنتعلم وبنقع وبنقوم. لو لسه في بينك وبين جوزك وجع، ده معناه إن في إحساس، وفي إحساس يبقى في فرصة. يمكن الحل مش كلمة كبيرة ولا قرار مصيري، يمكن الحل في نبرة أهدى، وفي كلمة أصدق، وفي حضن في وقته. اختاري تكوني سبب هدوء مش اشتعال، سبب وعي مش وجع، وصدقيني العلاقة لما تهدى هتردلك أضعاف. في خناقات بتحصل من غير صوت، خناقات جوه القلب، لما تبقي قاعدة جنبه وحاسة إن بينكم حيطة، مش شايفاه ولا سمعاكي ولا حاسة إنك واصلة. وخناقة اللامبالاة، لما يسأل سؤال عابر وإنتي تحسي إنه مش مهتم بالإجابة، أو لما تشتكي وهو يرد برد بارد وإنتي كنتي محتاجة إحساس مش حل. وخناقة الذكريات، لما تفتكري أيام كان فيها اهتمام أكتر وتسألي نفسك هو اتغير ولا أنا اللي تعبت ولا الحياة اللي قسيت. وفي خناقة التقدير المتأخر، لما تحسي إن كل اللي عملتيه اتاخد كأنه واجب، وإن ولا مرة حد قال شكراً، وإنتي ما كنتيش مستنية كتير غير إحساس بسيط إنك متشافة. وفي خناقة القرب الجسدي، لما يبقى في مسافة مش بسبب عدم حب، لكن بسبب إرهاق أو ضغط أو زعل متخزن، وإنتي تفسري البعد رفض وهو يفسره تعب. وفي خناقة القرارات، مين يقرر، مين يمشي رأيه، مين يتنازل، لحد ما حد فيكم يحس إنه دايماً آخر واحد. كل الخناقات دي بتبدأ صغيرة وتكبر لما ما نوقفش عندها ونسمع نفسنا قبل ما نسمع بعض. ومع الوقت الواحدة تبدأ تكبر جواها مسافة، مش علشان عايزة تبعد، لكن علشان بتحمي نفسها من وجع متكرر. والراجل يبدأ يسكت أكتر، مش علشان مش فارق، لكن علشان ما تعلمش يعبر غير بالصمت. وفي اللحظة دي العلاقة بتبقى محتاجة شجاعة، مش حب بس، شجاعة الاعتراف إن في حاجة مش صح، إنك تقولي أنا محتاجة أحس إني قريبة منك مش قوية قدامك، وإنك محتاج تسمع مش تدافع. العلاقة الصحية مش اللي ما فيهاش خناقات، العلاقة الصحية اللي تعرف ترجع من الخناقة وتفهم وتقرب وتحاول تاني. محدش اتجوز علشان يتوجع، ولا حد دخل علاقة علشان يحس بالوحدة، كلنا دخلنا علشان نتحب ونتحضن ونلاقي أمان. لو حاسة إنك بتعملي كل اللي عليكي وبرضه تعبانة، ما تجلديش نفسك، يمكن انتي بس محتاجة طريقة جديدة مش مجهود أكتر. ومش كل مرة تسكتي تبقى حكيمة، ومش كل مرة تتكلمي تبقى غلطانة. الحكمة إنك تختاري إمتى وإزاي وليه. خلي كلامك طالع من إحساسك مش من غضبك، وخلي عتابك طلب مش اتهام. وفي يوم هتلاقي إن الخناقات قلت، مش علشان المشاكل خلصت، لكن علشان الفهم زاد. وهتفهمي إن الجواز مش قصة حب ثابتة، ده حب بيتغير وينضج ويتصلح. ولو فضلتي تحاولي بنية صافية وقلب هادي، حتى لو الطريق طول، العلاقة هتوصلك لحتة أهدى وأحن وأغرب. استنيني كل 2 وخميس الساعة 5